السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة غادة للتعليم الخياطة. قبل كل شيء البنات، قبل ما تبداو لا فيديو انزلوا ديروا لي زر الاعجاب وزر الاشتراك من فضلكم. وثانيا دخلوا لاباج تاعي انستغرام، لاباج فيسبوك، لاي تساؤل ولا اي استفسار ولا بغيتو تكوموندو لي موديل انا نحطهم فيهم في القناة. بسم الله، نبداو ديريكتومون بدون اطاله. عندنا موديل جديد هو شويه صيافي، وحده دومونداتو نشوفوا كامل بطريقتي ان شاء الله تعجبكم. طريقه بسيطه خلاص. الموديل هذا البها تاعو في التزيين ماهوش في الاتصال، يعني التفصيله تاعو سهله خلاص، والبها تاعو كامل في التزيين. شوفوا انا عندي قيمه كريب البراده هذا اللي يجي خفيف شويه كما هكا، قيمه متر و60 سنتيم، باسكو هذا الموديل ما فيش لي مونش خلاص، ما فيش لي مونش. وعندنا السلعه تاعنا بهذا الشكل. شوفوا السلعه هذه هنستخدموها، هو القصب هذا كل شيء حر زجاج. ها هو، ها هذا القصب هذا كيما هاك. كل وحده بقيمه هذا تقريبا بالميزان، وهذه الحبه ب500 فرنك. هذا اللون الزيتي، وجبت اللولو ثاني نحتاجو صغير، وجبت الحجرات تاني غوز كيف كيف. شوفوا واش باهيين على حساب الكولار تاع القندوره تاعنا. وجبت كبه وردي. هذه هي السلعه تاعنا اللي حنديروها نهار اليوم. كل وحده كل ولايه تختلف الاسعار. انا جبت لكم السلعه وش هي، وانتم كل وحده تروح تشري السلعه تاعها من البلاصه اللي تسكن فيها. المهم عندنا متر ونص، قلنا متر و60 سنتيم. والكبه غوز راني على حسابها، يعني هذه هي السلعه تاعنا كامل. ولا طاي البنات دائما في اول فيديو نقول لكم لا طاي تاعنا المره هذه راهي 38. لا طاي 38 وستوندار، يعني تقدروا ديروها 40 تلبس 38 و40 و42 كامل. المره هذه حنديرو لاطاي 38 وبسم الله نبداو. بون القماش تاعنا طبقناه على 4 من جهه الطول. هاي لا ليزيغ يعني الحاشيه، ها هو. وهذا عرض الرولو، هذا عرض الرولو طويناه على 4. ها الجهه المفتوحه والجهه المغلقه منا بهذا الشكل. نجيو من الجهه المغلقه ونبداو نفصلوا التفصيله تاعنا. بسم الله. شوفوا التفصيله تاعنا كيف حنبداو فيها. التفصيله تاعنا تاع الموديل شوفوا في اخر الفيديو باه ترجعوا تفهموني واش راني نهضر. فيه الكتاف ما كانش، الكتاف ما فيهش، جاي من منتصف الصدر وهابط، وفيه خيوط يتربطوا في الذراعين. هذا مكان يعني نحتاجو دوره الصدر، نحتاجو غير القياس تاع دوره الصدر. هذا مكان يعني تقريبا نروحو بقيمه منا. نجيب الزاويه هذه حتى نعد القماش. دوك نقصو نعد القماش قد باه نبدا الاتصال تاعي. بون نبداو في التفصيله تاعنا. عندنا عرض الكتفين في الحاله هذه، تاعنا طاي 38. عرض الكتفين تاعنا جانا تقريبا 18 سنتيم، ونزيد ندير نقطه بهذا الشكل 18 سنتيم. دوك ندير فيها الكفه، دوك تجيني قد كفه يعني على جهه فقط. بالنسبه حردة الابط ولا خط التركيز نهبطو بقيمه نصف حردة الابط، باسكو قلنا الجزء هذا ماشي حيكون في الكتف، يعني ماشي حيبدا لي من الكتاف، حيبدا لي من نصف حردة الابط ويهبط. يعني انا حردة الابط تاعي راهي 22 سنتيم، نقسمها على 2 تجيني 11، يعني نهبط بقيمه 11. مع الكفه والخياطه تقريبا نهبط بقيمه 13. دائما الزيادات هذو نزيدوهم في الخياطه تاعنا بهذا الشكل. نروحو نقيسو حردة الابط ونزيدوها. نقيسو دوران الصدر، عفوا نديرو دوران الصدر باه نديرو الخط الموازي باه تخرج لنا حردة الابط تاعنا. جاتني دوران الصدر، محيط الصدر جاتني تقريبا 22 سنتيم، زائد 2 سنتيم حق الخياطه والتوسيعه بهذا الشكل. هاي جاتني 22 هنايا، نزيد انايا 24 باسكو دوك نخيط ونخلي الداخل بهذا الشكل. جاتني التفصيله تاعي. هذا مكان يعني هذا ما فيش تفصيله بزاف. وندير حردة الابط تاعي نرسمها عادي بهذا الشكل، ما نغوصش فيها بزاف باسكو ما فيهاش، قلنا ليمونش ما تجينيش عريانه وطايحه بهذا الشكل. هذا الجزء دوك يتنحى منه، هذا كامل دوك يجي فيه خياطه، يعني دوك يروح لي هنايا. هذا الجزء كامل دوك يجيني فيه خياطه بالنسبه للامام والخلف بهذا الشكل. هذا واش فيها التفصيله تاعنا. نجي نهبط انا الخط الخصر. واش ندير خاصه باسكو عندنا خيط حنربطو به حزام، يعني ما نهبطش بقيمه 20 سنتيم باسكو لا طاي راهي صغيره. نهبط بقيمه 15 سنتيم بهذا الشكل. ونجي داخله شويه، مايله لداخله شويه بهذا الشكل مقوسه، ونخرج ايفازي لاخر القماش. عفوا ماشي اخر القماش، بعد ما نقيسو الطول الكلي تاع القندوره تاعنا. الطول الكلي كامل اللي نقيسوه من الكتاف حتى الرجلين ولا حتى الارض على حساب واش حتلبسي طالون لا بلا، تقيسيه كامل وتنقصي منه تقريبا 5 سنتيم. انا جاتني هنايا ندير متر و55 قد تجيني القيس تاع الزبونه. هنا البنات في الاشرطه تاعنا واش عندنا زوج اشرطه، واحده تركب في الامام وواحده تركب في الخلف. شوفوا طويت معنا زوج.
والشريط الثالث هو الطويل، هو السانتور. الشريط الاول والثاني الطول تاعهم متر، والشريط تاع الحزام الطول تاعو متر ونص. والعرض تاع الاول والثاني راهو تقريبا 15 سنتيم الى 16، كل وحده واش بغات دير العرض تاعو. شوفوا كيف راهم داير، يجي عريض كيما هكا، نركبوه في الصدر من الامام ومن الخلف. انا تقريبا بالك درت فيه 10 سنتيم بهذا الشكل. 10 سنتيم جاني رقيق، بغيتو ديرو خشين ديرو خشين عادي، يعني قياسات ستوندار واش بغيتو ديروه. الطول تاعو يكون متر من الامام ومن الخلف. دوك في الموديل في النهايه تفهموني شويه هذا الموديل. ولا سانتور تاعنا قصيناها من الطول، هادي طول تاع الرولو. العرض تاعها ثاني هي 10 سنتيم، والطول تاعها متر ونص. الموديل هذا هي التفصيله تاعو، هذا هو واش كاين فيه برك. ونروحو جزء الخياطه، خيطناه ودرنا له كلش، ونشوفوا ديريكتومون كيف حيكون. نروح انا دوكا قبل ما نعلكم جزء الخياطه كيف حيكون، نعلكم الاشرطه هذوك كيف راح نخيطوهم. نجيب الامام تاعي كيما راكم تشوفوا كيما هاك، ولا الخلف كيما بغيتو بهذا الشكل. نعين المنتصف تاع القطعه تاعي العلويه، هاني عينت المنتصف تاعي. ونجيب القطعه اللي حنديرها نطويها على 2 ونعين المنتصف تاعها. شوفوا كيف درت، نعين المنتصف تاعها ونروح بهذا الشكل، نروح للزاويه هذيك تاعها، نطوي من كلا الجانبين، يعني من ومن، نطوي منا ومن، وندخل القندوره في النص باه تكون لي نظيفه. اللي ما تعرفش دير كيما هكا تخيط عادي عليها، بعد دير لها سيرفيلاج لا زيكزاك كيما حبيتو. درت لكم بالتصوير البطيء باه تبان لكم كيف حنخيطها. شوفوا معايا مليح، نطوي هذا الجزء ها هو هكا ونحطو فوقها. والجزء الثاني اللي تحتاني نحطو كيما هكاك. والجزء الثاني تحتاني ندير نفس الطريقه، وتكون القندوره هي ما بيناتهم كي ساندويتش، يعني الجزء العلوي مطوي والجزء الاسفل مطوي، والقندوره هي اللي في نصها. باكي نفوت الخياطه نفوت عليها ديريكت تحكم لي في زوج الجهات وتجينا نظيفه، والفينيسيون تاعي تكون باهيه البنات. الفينيسيون تاعي تكون باهيه بهذه الطريقه. خيط القندوره تاعي وان شاء الله تعجبكم النتيجه. بالنسبه للموديل تاع نهار اليوم قلت لكم ما فيه ولا ما فيش بزاف يعني تفصيل، قد ما تكون فيه الخياطه. التعمار تاعنا عمرناه باليد. شوفوا كيف راه داير، يعني الحجرات كيف جاو ما شاء الله، فينيسيون ما شاء الله. خيط الاشرطه تاعي بالطريقه كما راكم شفتوها، يعني طريقه الامام والخلف راهم كيف كيف. وعمرت الموديل تاعي كما راكم تشوفوا التعميره تاعو كيف جات. والقندوره تاعي راهي ضربه ما فيها لا ايفازي لا والو، درت لها كفه من تحت ودرت لها كفه في الدغدوغه برك. هذا ما كان، ما فيهاش بزاف تفصيل وما فيهاش بزاف تعقيدات. وتجي بابيون في الكتاف، يعني تحفه 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 بمناسبه العيد. اني تجيكم حاجه هكا تاع عيد سمبولي تعمروها. تقريبا السلعه ما سقامتليش بزاف بزاف، يعني قندوره على حسب القماش دوكا والصولد، طيروا بقماش كيما هكا وخيطوها تستمتعوا بها في العيد. ان شاء الله يا ربي يعجبكم الموديل تاعنا تاع نهار اليوم. ما تنساوليش دائما بزر الاعجاب والمتابعه، ولا كنت جديده مرحبا بك في القناه. ما تنساوليش دائما ثاني بالتعليقات الجميله تاعكم، وان شاء الله يا ربي دائما الجديد مع موديلات احلى واحلى، مع تعليم الخياطه مع غادة. وشكرا على المشاهدة، وإلى اللقاء في الفيديوهات القادمة إن شاء الله.